استطاع أنصار رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد تأمين حشد جماهيري لتأييد سياساته الإصلاحية، وهو حشد فاق توقعات أبي أحمد نفسه الذي لم يكن قد قرر حضور هذا الاحتفال، غير أن أخبار هذا الحشد الذي وصف بالمليوني دفعته لمخاطبته من على منصة جرى استحضارها صباحا، ومن ورائها قال للمحتشدين إنه سيواصل إصلاحاته، وإن علاقة جديدة بين الشعب والحكومة تم نسجها بعد علاقة من نوع آخر أقل ما يقال عنها إنها لم تكن على ما يرام. وما لم يكن متوقعا أيضا بعد دقائق من هذا الخطاب أن يدوي في المكان صوت انفجار قريب أحدث هلعا وبلبلة في صفوف الجميع، ومن بينهم رئيس الوزراء الذي غادر المكان على عجل في ظل حماية مرافقيه. المعلومات تحدثت عن وقوع عشرات الجرحى جراء انفجار لم يكن كبيرا، وقيل أن أحدهم حاول إلقاء قنبلة يدوية باتجاه المنصة الرئيسية لكنه أخفق في ذلك. بعدها تفرق الجميع ليشاهدوا بعد نصف ساعة تقريبا من احتشدوا لأجله رئيس الوزراء أبي أحمد يطل عليهم عبر شاشة التلفزيون الحكومي قائلا إن المحاولة كانت فاشلة، وأن أصابع الاتهام موجهة نحو من يناهضون إجراءاته الإصلاحية. اللافت أن عددا من معارضيه كانوا حاضرين في الحشد الجماهيري، لا سيما وأن أبي أحمد الذي تولى منصبه في أبريل نيسان الماضي كان أول من بادر للإفراج عن آلاف السجناء وفتح صفحة جديدة في تاريخ الحياة السياسية في البلاد. من تفاءل بتولي هذا الرجل مقاليد السلطة في إثيوبيا اعتبر أن الأمر بداية الطريق لإصلاحات واسعة في كبرى بلدان القارة السمراء، لكن الجميع كان مدركا أن ثمة تحديات صعبة تواجه رئيس الوزراء الجديد، في مقدمتها ما يعرف بالدولة العميقة المتغلغلة في قطاعات الأمن والجيش والاقتصاد.